بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الناس الطيبين في مغربنا الحبيب، في الجزائر الشقيقة خاو مكان دوا، في الوطن العربي والإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الجالية العربية والمسلمين في أوروبا، الله يحفظكم ويحفظ ولايتكم من كل شر سوء ومكروه. لنرتب ألسنتنا بذكر الله والصلاة والسلام على سيد الخلق، حبيبنا قائدنا قدوتنا شفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله سبحانه وتعالى تكونوا بخير وعلى خير، صحة جيدة وظروف حسنة وإياكم. بعد شد الحبل وانتظار طويل، وقع لغط، وقع غموض كبير وتضارب في الأنباء حول استقالة الزكي، استقالة وليد الركراكي، عدم استقالة، حط الاستقالة، استقالة شفوية. الجامعات تنفي، طبعا تنفي، لأنه ما لم مدام ما لقاتش البديل تنفي وتخدم المسائل ديالها على نار، أو تطبخ على نار هادية. آخر الأخبار التي تكون قد تكون شبه مؤكدة أن السيد وهبي سيكون على رأس الإدارة التقنية للمنتخب المغربي. ونقول للسيد وليد الركراكي ألف شكر لما أسديته لبلدك. كل الحب والتقدير للسيد الركراكي. نعم عندنا مؤاخذات عليه، ولكن يبقى إلى الآن أحسن مدرب. ما نكونوش أخوتي المغاربة نتكلم، أحسن مدرب وصلنا لنصف النهائي. وخاص تكون عندنا واحد الثقافة، ما نكونوش قاسيين. أي واحد يدخل للمنتخب المغربي، لاعب أو مدرب، يدخل من الباب الواسع ويخرج من الباب الواسع، حتى ولو أخطأ، حتى لو أخطأ. ما نطيحوش القيمة إلا المدرب كإنسان. فالركراكي نرفع له الشابو، وأحسن نؤكدها ونعيدها أحسن مدرب. ونتمنى، وشخصيا أتمنى له مسيرة موفقة في تدريب إحدى الأندية الكبيرة، ولم لا المنتخبات أو إحدى المنتخبات العريقة. وبالتوفيق للسيد وهبي التي تنتظره مهمة عسيرة وشاقة وحمل كبير، لأن المغاربة أقل قليل توصلنا نصف النهاية. احنا رانا طامعين نوصلوا النهاية، ولما لا الفوز بكأس العالم. في انتظار ذلك دعواتنا لك القلبية بالتوفيق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.